السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ماكدونالدز نزل سندوتش جديد اسمه ماسترد برجر، بيقولوا ان هو يعني تتبيله جديده كده وطعم لاول مره ندوق. وبرده نزل حاجه كده اسمها ماك فلوري كيت كات، حاجه جديده كده، فقلت اجيب الاتنين مع بعض كده واجربهم ونشوف ايه نظامهم. خلينا بقى نبدا على طول، بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. متنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى، ويلا بينا نبدا. طيب ده الاوردر اهو. تعال نشوف اول حاجه اللي في الكيس. طيب اول حاجه البطاطس، ده شكل البطاطس. تاني حاجه السندوتش، وتلاته كاتشب ماكدونالدز، والشاليمو بتاع البيبسي، ومناديل، وطبعا البيبسي كلها ماشين. طيب المفروض بقى الكم ده كله على بعضه ب 99 جنيه، والمفروض ان الجديد فيه هو السندوتش. بيقول ان قطعه البرجر كده بتتبيله جديده اول مره ندوقها يعني. خلينا بقى نبدا كده بالبرجر، طبعا ده الاهم. نفتح كده. طيب ادي شكل السندوتش اهو، طبعا نفس العيش بتاع ماكدونالدز اللي متعودين عليه. نفتح بقى كده. طيب انا شايف خس كتير كده، وواحده طماطم، وحوالي 3 قطع خيار مخلل، وصوص مستردة كده، وقطعة البرجر، وفي صوص ابيض كده تقريبا ممكن يكون مايونيز. حاسس السندوتش كلاسيك كده ما فيهوش حاجات كتير غير ان هم حاطين صوص المستردة يعني زياده. هنشوف بقى هيودي الموضوع ده فين. طبعا اللي ملاحظه ان قطعة البرجر كده كبيره، ويعني طالعه بره السندوتش، فدي حاجه كويسه. طيب خلينا ندوق بقى، بسم الله. شايفين بقى السندوتش هنا مليان صوصات، السندوتش غرقان صوصات، فدي حاجة كويسة. بس لو شايفين بقى هنا قطعة البرجر رفيعة خالص، رغم ان هي كبيرة بس رفيعة. طبعا يعني ده العادي بتاع ماكدونالدز اللي احنا متعودين عليه. لكن بالنسبة بقى هل هو حاجة جديدة ولا لا؟ اعتقد يعني ما فيهوش حاجة جديدة. هو صوص المستردة جديدة عند ماكدونالدز، بس عامة انت دقت الحاجات ديت قبل كده ممكن في مطاعم تانية، انت تحط مستردة على البرجر، ده عادي يعني. فحاسس يعني الطعم مش جديد، بس جديد عند ماكدونالدز. لكن في المجمل يعني هو طعم السندوتش حلو وعجبني. فلو اقيمه بالارقام هديه 8 من 10. تعالوا نجرب البطاطس، نشوف بقى هل اتغيرت عن زمان ولا لا. انا بصراحه بقالي كتير قوي ما اكلتش ماكدونالدز، هنشوف هل اتغيرت ولا لا. بسم الله. بطاطس ماكدونالدز من احلى البطاطس اللي انت ممكن تاكلها، بس لو جت سخنه. هي هنا برضو مش سخنه قوي، بس ستيل حلو. تعالوا بقى نجرب الكولا كده. بقالي كتير برضو ما شربتش كولا ماشين، وطبعا بتبقى مختلفه، بتبقى احلى بالنسبه لي، احلى من الكولا العاديه يعني كده. نشرب بسم الله. بصراحة الكولا ماشين ديت في حتة تانية، ما اعتقدش ان في حد ممكن يختلف عليها. تعال بقى نشوف الحاجة التانية الجديدة اللي نزلت في ماك، وهي ماك فلوري كيت كات. مش عارف ليه ممكن المايك يفصل في وسط التصوير، بس ما علينا، بتحصل يعني في احسن العائلات. بعد كده بقى دخلت على ماك فلوري كيت كات، ودي الحاجة الجديدة اللي نزلت في ماكدونالدز. سعره كان 50 جنيه، فحسيت ان هو كان غالي قوي، ولكن لو الطعم حلو بالنسبة لي بصراحة هيبقى عادي يعني. فتحت العلبة ولقيت مكوناتها ايس كريم وبودرة شوكولاتة كده على الوش، وقطع كيت كات، فكانت مبشرة بالنسبة لي. لما دقت بقى طلع ان الطعم بصراحة ملهوش وصف، كانت من احسن الحاجات اللي انا اكلتها في حياتي. ايس كريم اللبن كده مليان دسم، وتحس ان انت بتاكل زبدة صافي، فبصراحة طلع من احسن الحاجات اللي انا اكلتها واتبسطت بيها جدا. ولو هقيمه بالارقام هديله 10 من 10. وبس كده، ده كان فيديو سريع عن الحاجات الجديدة اللي نزلت في ماكدونالدز. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة تشوفني. متنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعة المحتوى. وبس كده، سلام.